السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي لتعليم الحلويات والتورته والجاتوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل تورته شوكولاته مقاس 22 ارتفاع 6 طبقات ومعاها 24 كب كيك. اول حاجه الاسبونج هنا انا خبزته على مرتين. جبت 300 جرام دي اسبونج و400 جرام دي اسبونج، يعني الاجمالي 700 جرام دي اسبونج. المره اللي فاتت لما كنت خبزاها فانيليا كنت عامله بس 600 جرام، لان دي السبونج الفانيليا بينفش معايا، لكن الكاكاو بيكتمه شويه فبيدي طبقات اقل، فبالتالي بنكتر السبونج الكميه علشان يدي معانا نفس عدد الطبقات. عملتها شوكولاته وحشو نوتيلا ومكسرات. عملتها ازاي بقى؟ اول حاجه 300 جرام دي اسبونج، عليهم 3 بيضات وربع كوبايه ميه ومعلقه كمان ميه وشويه فانيليا، ولو عايزه تحطي معلقه محسن ماشي، مش عايزه تحطي مش مشكله، هو اختياري، لان كده كده اصلا دي الاسبونج فيه المحسن بتاعه وفيه مدة الرفع بتاعته. وده كده مرة عملتها، والمرة التانية عملت 400 جرام عليهم 4 بيضات وربع كوباية مية ومعلقتين مية كمان وفانيليا، ودخلتها الفرن على الحرارة 180. قعدت معايا 40 دقيقة. اللي هي 300 جرام قعد معايا 30 دقيقة بالظبط. 400 جرام قعدوا معايا من 35 ل 40 دقيقة. سبتها تستريح وابتديت اقطعها تاني يوم. عملت المنشار على رقم 8، طلع لي ما شاء الله طبقات كتير. اما بقى بالنسبه للكريمه انا عاملاها بنص الشوكولاته. عاملاها ازاي؟ جبت كوبايتين ميه ساقعه عليهم ربع كوبايه سكر. دوبت السكر في الميه شويه، وبعد كده حطيت عليهم كوبايه كريم شانتيه خام، وحطيت معلقه بستر كريم ومعلقه لبن نيدو، وكمان معلقتين كبار كاكاو دريم خام، و3 معالق شوكولاته سبريد سما علشان نعمله هنا موس شوكولاته. ضربتهم كويس قوي، وبعد كده جبت الاسباتيولا قعدت اضرب كتير 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 في الكريم عشان اخرج منها اي فقاعات هوا. اديتها كرامب كوت عشان الم كل الفتفيت الصغننه اللي بتبقى موجوده في الكيكه، عشان لما اجي اعمل الفاينل فينش بتاعها ما يبقاش في فتفيت مضايقاني وانا بجلس. فكرامب كوت دي مهمه جدا. عملتها وحطيتها في التلاجة. انا كنت عاملها بالليل، حطيتها في التلاجة لغاية حوالي 6 ساعات، وبعدين طلعتها. ابتديت اشتغل فيها الكريمة بقى اللي هي الفينش بتاعها. كانت ديزاين كان الكريمة اللي بره بيضة، لكن الكلاينت كانت طالباها من جوه شوكولات بحشو مكسرات ونوتيلا. ابتديت بقى اعمل الفاينل فينش بتاعها لبره. طبعا بصراحة كيس الحلواني من هنا مريح جدا، لانه بيديني طبقات متساويه، غير لما اجيب بالمعلقه او بالاسباتيولا واحط فيها، لا بتبقى حته شويه كريمه كتير، حته شويه كريمه شويه صغيرين. لكن لما اعملها بكيس الحلواني بصراحه بتبقى اسهل كتير عن ما اعملها بالمعلقه. مقدار كريمه التجليس كوبايه ميه ساقعه عليها ربع كوبايه سكر ونص كوبايه كريم شانتيه ومعلقه كريم باستري ومعلقه لبن نيدو. اديتها ضربة يعني خلقت منها الهواء كويس وضربتها كويس قبل ما اشتغل فيها عشان تبقى ناعمة معايا في التجليس كده زي ما انتم شايفين. المرحلة دي عايزة سرعة، يعني انتي تجلسي وعلى طول بالسكرابر وتشيلي الزيادات وتجلسيها تمام، ما تاخديش فيها وقت. ليه؟ عشان الكريم ما تفرغش منك. وانا كنت عامله اشكال من عجينه السكر. كان قبلها بيوم كنت عامله ورد صغنن كده لون كشمير وابيض وفيونكه وكمان الفستان بتاع العروسه. درجه الكشمير دي بقى طلعتها ازاي؟ انا لما اجيب عجينه السكر مفيش درجه الكشمير دي في عجينه السكر، لازم انتي اللي تعمليه. البنك فاتح، فانتي هتعملي ايه؟ هتجيبي عجينه سكر لونها ابيض ولون ماجيك جيل بني ولون ماجيك جيل احمر. هتجيبي حته عجينه سكر بيضه صغنونه، هتخلطي بني على احمر بالتساوي وهتطلع معاكي كده بني محمر. هتجيبي بقى حته عجينه سكر بيضه كبيره وتاخدي نقطه صغيره من العجينه اللي احنا عملناها اللي هي البني المحمر، وتبتدي بقى تعجنيها كويس.
هتلاقيه فاتحه شويه، زودي كمان حته لغايه معاكي يطلع معاكي اللون الكشمير اللي انا طلعته ده. بصراحه كان رائع يعني، احلى كتير من البينك، ولونه كان جميل قوي، وكان اصلا الديزاين بتاع التورته ده كان لونها كشمير. وطبعا ما ننساش واحنا بنعمل عجينه السكر نخلطها بالسي ام سي، لازم سي ام سي. هو بودره كده في علبه بيجي من عند مستلزمات الحلويات. بعد كده بقى ابتديت امسح البورد كويس قوي، علشان لما اجي احطها في التلاجة تجمد هيبقى صعب عليا ان انا انضف البورد تاني، فلازم البورد يتنضف قبل ما يدخل التلاجة او الفريزر، عشان ما يتعبكيش بعد ما تخرجيها يعني وتنضفيها. انا كنت عامله بعجينه السكر زي زجزاجات كده، ده مولد سيليكون حطيت فيه عجينه السكر. الاول حطيت نشا علشان لما اجي احط عليها عجينه السكر ما تلزقش فيها، ولما اجي اشيلها الشكل يبوظ. يبقى احط اول حاجه نشا، وبعد كده الشكل اللي انا عايزاه، وبعد كده اشيله هيبقى معايا سهل خالص. بالنسبه بقى للورد ده، دي قطعات على شكل ورده، والفيونكه دي انا برضو عاملاها، ورقم 2 والاسم فيروز برضو، ده مولد سيليكون. بصراحة المولدات رائعة وسهلة جدا جدا في التشكيل حتى عن القطعات. وده الفيونكة انا كنت عامله لها الشريطة بتاعتها دي، وكنت بقى طبعا التوبر اللي هو شكل العروسة، وكنت حاطه عليها عجينة سكر على شكل فستان وفيونكة كده، وابتدي بس دي اخر حاجة حطيتها يعني. اي حاجة بعوز اثبتها بخلية اسنان واحطها في العجينة السكر عشان ما تتحركش بيني. كنت عامله بقى معايا كوب كيك، خبزته وابتديت اشكله، عملت له الكريمه بتاعته، حطيتها لونها برضو اللون الكشمير، حاولت اجيبه في الكريمه برضو نقطه بني على نقطه احمر على كريمه صغيرين، شويه كريمه صغيرين، بعد كده اخلطها على الكميه الكبيره البيضه واحده بواحده لغايه ما تطلع معايا الدرجه اللي انا عايزاها. ولو وصلت لغايه هنا من الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. وهنا جبت القمع اللي هو 2D عشان اعمل بيه اللي هو الوردة. قبل كده انا قلتلكوا في 1M وفي 2D، اللي انت حابة تشتغلي بيه اشتغلي بيه براحتك. وعملت الوردة من بره لجوه مش من جوه لبره. لو عملناها من جوه لبره هتبقى معانا مش بارزة لفوق، هتبقى مبططة تحت، لكن لو عملناها من بره لجوه هتبقى معانا بارزة فوق. وكنت طابعة طبر على شكل البنوتة اللي هي كانت على اللي هي الكبيرة اللي انا حطها على التورتة الكبيرة، طبعا منها اشكال صغيره ميني، وحطيتها على فرختها طبعا، قصيت الورق وجبت خلة اسنان ولزقتها بالشمع عليها. وبرضو كنت مقطعه ورد صغير كده لونه بينك ولونه ابيض من عجينه السكر. وابتديت احط على كل واحده كوب كيك اللي هي البنوته الصغنونه، وورد ابيض وورد بينك. هسيب لكم راي الكلاينت بس، وده كان شكلها النهائي. يا رب يكون عجبكم، واستنوا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.